المكان منطقة ناهية بالجيزة. الزمان 7 نوفمبر 1978. الموضوع ولادة النجم محمد، الاسم الثلاثي البطل هذا الفيلم. وتمر السنون طويلة والمكان واحد هو ناهية، والتاريخ أصبح 7 نوفمبر 1995، عيد ميلاد محمد 17. وبعد أن نجح في الثانوية العامة وجاء الحاج محمد والده ليبارك له، ويلتحق محمد بنادي الترسانة في عام 1995 بعد موافقة والده. ويبدأ محمد أبو تريكة مشوار الكرة مع نادي الترسانة، وتتفتح موهبة هذا اللاعب الكبير دائما، والذي كان يبلغ عمره 17 عاما، وطوله 183 سنتيمتر، ووزنه 79 كيلوغراما. ويتألق أبو تريكة مع علي ماهر في الترسانة، والطريف أن الاثنين قد انتقل للأهلي بعد ذلك. ويتخرج الشاب أبو تريكة من كلية الآداب قسم التاريخ، ويحقق وصية والديه بالتفوق، ولكن العمودية قد غابت عنه في الأرض وحققها في الملعب. وكان تألق أبو تريكة الدائم بالفانيلة الزرقاء أمام الأهلي والزمالك قد لفت الأنظار له بشدة، مما زاد هذا التوهج الكروي بعد انضمامه للمنتخب الأولمبي. وفي هذا العام السعيد على أبو تريكة يحاول الزمالك ضم النجم الكبير، ولكن رغبة محمد في وجود والده، والتي أكد في وجود مثل أبو تريكة الأعلى الكابتن محمود الخطيب، قد حسم ذلك بالانضمام للأهلي ب1,000,000 جنيه مصري. ويبدأ الفنان مشوار الكرة مع الأهلي مع نهاية موسم 2003-2004، وكانت البداية رائعة، فأحرز هدفا في أول لقاء له مع الأهلي، وكان أمام طنطا في كأس مصر. واستطاع في هذا الموسم الذي كان آخر موسم يخسر فيه الأهلي بطولة الدوري، وأحرز أبو تريكة أول أهدافه مع أول مبارياته مع الأهلي أمام الزمالك، والتي خسرها الأهلي ب2-1. أحرزه أبو تريكة ببراعة نادرة. ويبدأ محمد أبو تريكة رحلته الحقيقية مع الكرة والبطولات والإنجازات مع وجود الثعلب مانويل جوزيه، الأب الروحي لأبو تريكة. وكانت البداية في عام 2004-2005، موسم الحصاد الأهلوي. المايسترو أبو تريكة بدأ متألقا مع الأهلي، فأحرز معه بطولة الدوري المصري موسم 2004-2005. وينتابي الجمهور الأهلاوي شعور جارف بوجود حبل سري بينها وبين هذا الفتى الطيب الرقيق المهذب، ليملأ هذا الحب جنبات قلب الجماهير الأهلاوية في الدنيا كلها. ويزداد حب أبو تريكة بإحراز الأهداف، وخاصة في مباريات نادي الزمالك الكبير القطب الثاني للكرة المصرية. واستطاع محمد أبو تريكة أن يحرز هدفين ذهابا في مرمى الزمالك في الدور الأول، ثم يحرز هدفين إيابا أيضا في سابقة نادرة للاعب هذا الجيل والأجيال السابقة، ليصل رصيد محمد في 3 مباريات ل5 أهداف كاملة، وهو رقم قياسي. وفي الموسم الجديد 2005-2006 يحرز أبو تريكة لقب هداف الدوري المصري بين صفوف الأهلي. واستطاع حبيب الأهلوية أن يقدم جميع أنواع الفنون الكروية في إحراز الأهداف، وتنهار أمام أبو تريكة جميع القوى الدفاعية المصرية وغير المصرية. ومع إحرازه للهدف الأول الذي قضى على النجم الساحلي التونسي في نهائي دوري رابطة الأبطال الإفريقي، ليحقق مقولة مدحت شلبي لمحمد أبو تريكة: يا أبو تريكة يا حبيب والديك. الله عليك يا حبيب والديك، الله عليك يا حبيب والديك، الله عليك يا حبيب والديك، يا ابو
تريكة، يا ابو تريكة، يا تريكة يا ابو تريكة. الله 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 الله، فك الاشتباك، فك، شعللها شعلل، ولعها ولع. يا عيني عليك، يا عيني عليك يا جميل، يا عيني عليك يا جميل المحيا. ومع حسن شحاتة المدير الفني للكرة المصرية يتألق الموسيقار أبو تريكة ويحرز أهدافا رائعة ساعدت في تتويج المنتخب المصري بطلا للقارة الإفريقية. ولا ينسى محمد هدفه من ضربة الجزاء الأخيرة أمام كوت ديفوار التي أهدت الفوز لمصر. والطريف أن أبو تريكة لم يفرح بها في البداية لأنه لم يعلم أنها الضربة الأخيرة لولا عصام الحضري الذي انطلق وراء أبو تريكة ليقول له مبروك الكاس. ويكمل محمد أبو تريكة في هذا الموسم الهدف السادس له أمام الزمالك، ويزيد من حب الجماهير الطاغي له أكثر وأكثر. ويدخل أمير القلوب الأهلوية كأس السوبر المصري في 2006 ليحرز هدف الفوز بالبطولة لتنضم لأخواتها من البطولات. وقبل أن تكتمل فرحة النجم الأسطوري مروض الكرة الحديثة وساحر القلوب الأهلوية وغير الأهلوية، ينهار مع وفاة حبيب قلبه الراحل محمد عبد الوهاب. وكانت مباراة مصر أمام بوروندي في تصفيات إفريقيا 2008 بغانا أول مباراة لمحمد وزملائه بعد وفاة عبد الوهاب، لتظهر ملامح الحزن ماثلة على ملامح أبو تريكة. وتأتي مباراة الصفاقس في الدور قبل النهائي بالقاهرة لتعلن الحب الجارف لأبو تريكة للراحل الغالي عبد الوهاب، ويقبل شارة الحداد السوداء حتى ينهار في البكاء، ويهدي نجوم الأهلي ومعهم الفنان أبو تريكة الفوز لروح الفقيد الغالي. وتأتي لحظة تتويج النجم الفنان في شهر رمضان، حيث كان النجم المهذب الخلوق المتدين حبيب ربه الذي يعطيه دائما من رحمته في كل لحظاته سعيدة أو حزينة، فهو يرضي الله دائما ويرضي والديه، فكان النموذج والمثل لأبناء هذا الجيل في استاد المنزه بتونس قبل مدفع الإفطار. وبينما كان أبو تريكة يدعو الله من أجل الجماهير المصرية ومن أجل اللاعبون الذين لم يقصروا في هذا اليوم، يرى شادي محمد أبو تريكة في الهجوم. عماد متعب ينظر إلى أبو تريكة ويتألق ويرسلها برأسه، ثم ينظر فلافيو إلى أبو تريكة فيتلقفها برأسه ليرسلها إلى قدمه اليسرى، ويأتي أبو تريكة الذي يودعها في بنك الأهداف الأهلوية وديعة لا ترد ولا تستبدل، ويحرز الأهلي الكأس الإفريقية الثانية في دوري رابطة الأبطال، ويتوج محمد أبو تريكة أميرا لقلوب الأهلوية. ويستمر الغزل العفيف بين الجماهير الأهلوية التي غمرها حب الفتى المهذب في بطولة العالم للأندية في اليابان، بعد أن أحرز النجم لقب هداف إفريقيا الأول، وكان يستحق لقب أفضل لاعب إفريقي. وليأتي وكلوب أمريكا ليحرز أبو تريكة لقب هداف بطولة العالم للأندية، ويحرز البرونزية الأهلوية التي جعلت الجماهير تخرج لتتغنى بالفنان والد التوأمين أحمد وسيف، ليكون هو سيف الأهلي البطار والهداف المغوار أبو تريكة الجبار. أبو تريكة أحسن لاعب في مصر ومفيش زيه. يا أبو تريكة كده مش عايز كلام، الأخلاق بتبان، كفاية الابتسامة بتاعت وشه. محمد أبو تريكة أسعدنا، ده حسسني إن أنا خفيت النهارده، ربنا يخليه. يستاهل بصراحة أحسن لعيب في مصر وفي أفريقيا كلها. ملوش حل، مفيش حد زيه في مصر. أنا بحب أبو تريكة. قول تاني كده. أنا بحب أبو تريكة. مين؟ فارس أحلام الجماهير الأهلوية. تقصد إن أنا؟ أنت هو أنت، تيجي كده تروح كده، أبو تريكة هو كده. حياة إكس مش ممكن تنتهي أبدا، وإن كان لكوا عمر هنتقابل قريب على الشاشة دي. الله 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 عليك، الله عليك يا حبيب والديك، الله عليك يا حبيب والديك، الله عليك يا حبيب والديك، يا أبو
تريكة يا ابو تريكة يا تريكة يا ابو تريكة. الله 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 فك الاشتباك فك. يلا بقى يلا بقى اضرب يا معلم. وتزداد أهداف أبو تريكة في موسم 2006-2007 نضوجا وحيوية، ولكن عين الحسود أطاحت بالنجم فترة طويلة من الإصابة، ويعود الفتى المدلل لمانويل جوزيه وتعانده الكرة ولا يدري لماذا، ويذهب مرة أخرى ليسترد روحه في عمرة لله سبحانه وتعالى، ليعود صافي الروح مرة أخرى ليبدأ في أعمال البر والخير العظيمة في كل أرجاء حياته، سواء في الإعلانات التجارية أو الإعلانات ذات المضمون الإنساني. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعي السبابة والوسطى، فأتمنى إن شاء الله يكون في ميزان حسناتنا يوم القيامة إن شاء الله. ويحرز أبو تريكة في كأس مصر هدفا ولا أروع، قد يكون الأجمل في حياته الكروية أمام الجيش، ويصعد ليلاقي الإسماعيلي ليشهد تألق التوأم سيف وأحمد مع والدهم محمد، ويحرز هدفا في مرمى الإسماعيلي، ويأتي الدور على القطب الكبير الزمالك في واحدة من أحلى ما لعب الزمالك في حياته أمام الأهلي، ليأتي أبو الحسم الشهير بأبو تريكة، وفي لحظة حاسمة ليعلن أن الكأس أهلوية. ويستمر الخير متدفقا في قلب أبو تريكة لينشره في كل مكان، ولا ينسى والديه وزويه، ليقدم النموذج والمثل للفتى المحبوب الذي هو دائما أمير القلوب.